فيديو النهارده مختلف لاننا هنشوف الغردقه السياحيه وهنشوف الغردقه الشعبيه. الناس عندها فكره عن الغردقه ان انت لازم تيجي وتقعد في فندق 5 نجوم زي ما انا كنت بعمل زمان، بس انا قررت ان انا انزل مدينه الغردقه واستكشفها وانقل لكم التجربه كامله. احنا النهارده في استضافه فندق مون بيتش، هنقل لكم التجربه كامله هنا في الفندق وهعرفكم المميزات والعيوب والسعر. سعر الليلة في الفندق 2500 جنيه والغرفة كبيرة تاخد لحد 3 أشخاص. تعال أخدكم جولة سريعة. ومن أهم المميزات اللي موجودة في الفندق هنا إن الفندق المشاريب فيه سوفت بس مفيش هارد، يعني مفيش كحوليات، يعني تجيب أهلك وأطفالك هنا وأنت مطمن. ده الشاطئ الخاص بالفندق، وده الفندق، ودي الغرف السي فيو، وفي هنا برضو كافيه، ودي برضو كباين ممكن تقعد فيها. من وجهة نظري الشخصية إن الفندق هنا قيمة مقابل سعر. أول ما عرفت إن في جيم هنا في الفندق قلت فرصة أخدكم معايا التمرينة وأفرجكم على الجيم بالمرة. تعالوا معايا. واكتشفنا كمان إن في ستيم. درجة الحرارة 150. وفي ساونا كمان. درجة الحرارة كام؟ 81. ربنا يسترها. خلصنا الساونا، أخدنا دش بارد، هنخش على البخار. تعالوا معايا. خلصنا حمام البخار، هنطلع فوق على الأوضة ناخد شاور وننزل نشوف الغردقة عاملة إيه بالليل. تعالوا معايا. وصلنا الممشى السياحي في الغردقة، مكان جميل ويعتبر من السياحة الراقية برضو هنا. المكان عبارة عن فنادق ومطاعم وكافيهات وأماكن بازارات، تقدر تجيب من هنا هدايا أو هدوم أو ساعات، موجود كل حاجة هنا. في الفيديو ده هاخدكم جولة في الغردقة وأوفر عليكم وقت ومجهود، وأقول لكم على الأماكن اللي لازم تزوروها في الغردقة. اشترك في القناة ودوس لايك، ويلا بينا نبدأ الفيديو. وأول مكان معانا هو سان سيتي. سان سيتي دي زي ما انتم شايفين مكان كله تماثيل مصنوعة من الرمل، وده المتحف الوحيد اللي موجود في أفريقيا والوطن العربي. المكان هنا فيه كذا حضارة، منهم الحضارة الفرعونية. التماثيل دي كلها معمولة على ايد اكتر من 200 فنان
منهم الفنانين المصريين ومنهم فنانين أجانب. التمثال كله معمول من الرمل والمية. دي مرحلة من المراحل بعد ما بتخلص نحت التمثال بيبقى في حاجات محتاجة للترميم. المكان هنا مش بس للكبار، في جزء هنا للأطفال وشخصيات كرتونية. تعالوا نلف المكان كله وأوريكم كل التماثيل. سعر التذكرة 200 جنيه، والجميل هنا إن المكان شغال طول السنة. خلصنا سان سيتي، يلا بينا على المكان اللي بعده. تاني مكان وصلنا ليه اسمه ميني ايجيبت بارك. هو عبارة عن مكان فيه كل المجسمات المعالم السياحية في مصر. تعالوا نلف مصر في ربع ساعة. دي الخريطة اللي هتشرح لك المجسمات موجودة فين وتمشي ازاي وكده. حرفيا هتلف مصر في ربع ساعة. طلعنا على الكوبري، دي شبه جزيرة سيناء. تعالوا بقى ندخل على القاهرة. احنا كده نزلنا القاهرة، وده مجمع التحرير. يعني ده مثلا معبد الكرنك، بتلاقيه كاتبين كل المعلومات على كل مجسم عشان تبقى عارف انت داخل فين. وصلنا عند النيل، تعالوا نعدي النيل ونروح للأهرامات. تعالوا ناخد جولة سريعة ونروح مكان تاني. سعر التذكرة هنا 300 جنيه. تعالوا أفرجكم على جمال شواطئ الغردقة. الشاطئ جميل جدا، يعتبر عائلي. سعر الدخول 500 جنيه للفرد، ده لو انت مش مقيم في الفندق، لكن لو مقيم في الفندق مش هتحتاج انك تدفع ال 500 جنيه. اي مدينة في مصر لازم تلاقي فيها مسجد كبير وتحفة معمارية زي ده، ودي مش صدفة. احنا بنحب نوري العالم قد ايه المساجد حاجة كبيرة بالنسبة لنا، مش مجرد مكان نصلي فيه. فزيارة المسجد هنا مش مجرد بس سياحة، احنا حابين نوريهم جزء من ثقافتنا وحياتنا اليومية. ده مسجد المينا الكبير، وهتلاحظ ان الاجانب هنا والسياح عددهم كبير جدا. المسجد ده اتبنى سنة 2012 وسموه مسجد المينا الكبير لان هو جنب المينا على طول. تعالوا اخدكم جولة سريعة في المسجد وأوريكم جمال المسجد.
وكده يبقى زرنا المسجد. تعالوا نروح مكان تاني. وصلنا شارع شيري، ده شارع في قلب شارع شيراتون. الناس هنا صاحية 24 ساعة، تحس ان انت في اجواء القاهرة هنا. المكان عبارة عن ممشى كبير مليان كافيهات ومطاعم واماكن للهدايا لو محتاج تشتري هدايا او حاجة. تعال افرجكم على الاجواء. تعالوا اوريكم الجانب الشعبي في الغردقه. هنروح نفطر ونشرب قهوتنا ونبدا يومنا. تعالوا معايا. تعال هسه والمسه يا باشا. عندك هنا الجمبري بيخلي العجوز مفتري. بص 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 حلاوه الكابوريا. شوف منين. زي ما قلت لكم قبل كده، الغردقه مش بس بلد سياحي، لكن دي بلد الناس عايشه فيها وفيها اسواق واحياء شعبيه. تعالوا افرجكم على سوق السمك في الغردقه. هو السمك كله بحر احمر؟ كله بحر احمر. طب ايه احسن حاجه بتميز بيها البحر الاحمر في السمك؟ كله. بص يعني ايه احسنه؟ البهار. بهار وفي ناس بتقول عليه فارس. الهامور. الهامور يخليك امور. بص سعرها كام دي؟ المعطيه 170 جنيه بس. والعمار 280 جنيه. حلوه الاسعار جدا في الغردقه. البهار 270 جنيه. اسعار ارخص من القاهره بكتير. ده اسمه البغبغان باين. ده الكيلو منه عامل كام؟ ده عامل 160. البغبغان عامل 160. وده مين؟ وده 120 وده 130. بص كذا نوع. ادي 1 2 3 4 5 6 7 اصناف من الأكل. بنشتري السمك من هناك وبنيجي نسويه هنا. عايزه بقى سنجاري مقلي على حسب ما بتحتاج. وميكس السعاده يا باشا، ده بتحط على الصينيه. شغل فاخر 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 من الاخر. طبق الكشري ده ب 25 جنيه بس. لا هو حلو والله. تعالوا اوريكم الجانب الشعبي في الغردقه. احنا دلوقتي في منطقه الظهار. هنا في الظهار بتحس ان انت في القاهره، في وسط البلد او في العتبه. ما تحسش انك في منطقه سياحيه او في بلد سياحي. تعالوا نطلع نجرب الكشري عند كشري الاسكندراني. طلبنا كشري وقلنا ندوق الكشري هنا عامل ايه، بس الاسعار هنا خياليه. يعني الطبق ده 25 جنيه بس، واكيد طعمه حلو. هجرب واقول لكم. لا هو حلو والله. اكلنا الحمد لله. طالما اكلنا كشري يبقى لازم نشرب عصير قصب. تعالوا نشوف القصب هنا بيقول ايه. وكده تبقى خلصت جولتنا في منطقة الظهار. هنروح على الفندق، هننام بدري عشان عندنا يوم طويل بكرة. أشوفكم بكرة. هل هم بيحسبوها فلوس ولا بيحسبوها جنسيات؟ أنا حابب أنقل لكم التجربة كاملة، وأنت تحدد إذا كان العيب ده يمشي معاك أو ميمشيش. وصلنا المارينا اللي هناخد منها اليخت، ودي شكل المايه هنا في المارينا. حاجة جميلة جدا، لون رهيب يعني. دي مركب البايرتس اللي هنروح بيها جزيرة أورنج باي، سعرها $80. تعالوا نشوفها تمام ولا أي كلام.
وصلنا اورنج باي. هناخد المركب وهنطلع الجزيره. تعالى افرجكم على اورنج باي وجمالها. وصلنا اورنج باي. بس لما تيجي اورنج باي مش هتعرف تعوم، لان عشان تعوم لازم تمشي 10 دقايق قدام. فهنا للاستجمام ومكان امن للاطفال، لو اطفالك هيجي يلعبوا هنا مفيش طول يعني. الجزيرة عبارة عن مطاعم وكافيهات وقاعدة على البحر زي ما انتم شايفين. في مطاعم فوق دورين والبحر. هنقعد نشرب حاجة وبعد كده هنطلع على اليخت هنتغدى عشان هنعمل سنوركلينج. تعالوا معايا. وزي ما عودتكم ان انا هنقل لكم المزايا هنقل لكم العيوب برضه. والحاجه اللي لاحظتها هنا في المركب ان هم بيخلوا الاجانب هم ينزلوا ياكلوا الاول، وبعد كده الاجانب تخلص والمصريين تنزل تاكل. على الرغم ان المصريين هنا ان مصر يجي يدفع هنا مبلغ كبير في مركب زي دي، اكيد هو برضه يعني ممكن يبقى احسن من اي اجنبي ومعاه فلوس اكتر من اي اجنبي. بس ليه النقطه دي بالذات انا مش فاهم فين وجهه النظر. هل هم بيحسبوها فلوس ولا بيحسبوها جنسيات؟ انا حابب انقل لكم التجربه كامله وانت تحدد اذا كان العيب ده يمشي معاك او ما يمشيش، لان في ناس الحاجات دي بتضايقها وانا واحد من الناس دي، وفي ناس بالنسبه لها الموضوع عادي. شويه هنا بيعذبوا لازم نخططهم، ممنوع حد ينزل من على السلالم. الميزه اللي شفتها في مركب البايرتس هنا ان انت مش معاك جايد او اتنين بس في البحر زي المراكب التانية، لا انت معاك 5 6 7 8 على حسب الجس اللي موجود. عايز يرميها. بحب ارمي الناس من فوق، ما بحبش انزل حد من على السلم. لحظة في السلم مجهول. الشعب كده استاذ. لا استنى بيقول له الشعب. ده الاكل اللي بقدموه هنا على اليخت. فراخ كفته وجمبري وبطاطس ورز وشوربه سي فود. بس انا الموقف ضايقني فحلفت ان انا مش هاكل، بس حبيت اوريكم اللي بيقدموه هنا على المركب. كده خلصنا رحلة اليخت. نطلع الفندق ناخد شاور وننزل المارينا نتفرج عليها بالليل هتبقى عاملة ازاي. احنا دلوقتي وصلنا قلب الغردقة، احنا في المارينا.
على يمينك هنا هتلاقي كافيهات ومطاعم مختلفة زي ما انتم شايفين، وعلى شمالك هنا هتلاقي أفخم اليخوت. المارينا بالليل غير بالنهار خالص، الأجواء هنا أوروبية وجو جميل. تعال أخدكم لفة سريعة في المارينا، أفرجكم على الأجواء، يلا بينا. أنصحكم تيجوا المارينا بالليل مش بالنهار. بالليل الأجواء حلوة والجو جميل، تقدر تقعد هنا وترتاح، لكن بالنهار الجو هنا بيكون زحمة ودوشة وحر، لأن هنا مرسى السفن، وأي يخت بيطلع من هنا أو رحلة يخت لازم بيجي يركب من هنا. حبيت اختم لكم الفيديو من قلب شوارع الغردقة. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك واكتبوا لي في الكومنتات تحبوا الفيديو الجاي يكون فين.